جميعا، سيروا على بركة الله. فمعكم مدير لا أقول فيه إلا أن الله قد وفقه، ومعكم أيضا مدرسون من أفضل الأساتذة، وهذه هي مدرستكم جميعا، فحافظوا على مدرستكم واعلموا أنكم جئتم إلى هنا لتتعلموا العلم، جئتم إلى هنا لترفعوا راية الإسلام عالية الخفاقة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وشكرا، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص كده مدرسة؟ ايه فين الصوت العالي؟ فين مدرسة؟ لسه في الدور الصوت لسه نايم. ندي في الدور وش كلام فوق؟ شمساني شمسانتي عبد الله محمد طارق ضم ايه؟ يا شباب مصر العربية، هذا عليكم الصاعد رمز الكفاحة والتضحية، فابذل الدم واكتب التاريخ، ليظل علما خفاقا عليا يرافق فوق كل شبر من أرضنا، فلنهتف جميعا باسم مصر. مصر 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 تحيا مصر.
2002 وهي مدرسة 4 طوابق، 6 فصول دراسية، سنة أولى فصل 1، سنة ثانية فصل 1، سنة ثالثة فصل 1، سنة رابعة فصل 1، سنة 5 فصل 1، سنة 6 فصل 1. فيها بعض الحجرات زي حجرات الأنشطة، فيها مكتبة، فيها معمل علوم، فيها حجرة نشاط، فيها حجرة للتطوير، فيها قاعة اجتماع في الدور الأرضي. أيضا به رياض أطفال مستوى أول ومستوى ثاني، مستوى أول في الدور الأرضي، مستوى الثاني في الدور الثاني بجوار مكتب المدير. التدريس بيتم فيه، الطابور بيبدأ الساعة 8 إلا ربع، بينتهي الساعة 3 لتلك اليوم الدراسي. مجموعة المدرسين الموجودين في المدرسة مجموعة متميزة جدا من أهل البلد، بيحبوا العمل، حريصين عليه، ملتزمين ومنضبطين. ودليل على ذلك حصول المدرسة على الجودة عام 2009، خدت الجودة 2009 بفضل العمل فيه والحرص عليه والجد واجتهاد المدرسين. السلام عليكم. 5 دقائق عايزني؟ والمنطلق ده الإدارة التعليمية حاطة المدرسة في بؤرة محترمة جدا، بيهتموا بالمدرسة اهتمام كبير. المتابعين بيجوا يشكروا في المدرسة منذ دخولهم من البوابة. المدرسة مدرسة متميزة، حصلت على مركز متميز في الإدارة التعليمية هذا العام 2013-2014 بسبب شركة سماف. حصلت على مركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية بسبب نظافتها والالتزام فيها والعمل فيها العمل الجاد فيها. الطابور زي ما أنت شايف طابور متميز جدا، 8 إلا ربع الطابور بينتهي الساعة 8. بيشتمل على بعض الفقرات المتميزة، إذاعة، كلمة لأحد المدرسين، كلمة لمدير المدرسة، تعليمات، أي شيء بيدور داخل المدرسة يتم الإعلان عنه في طابور الصباح الصبح. دي بوابة المدرسة الرئيسية للزائرين. النشاط الموجود ده هو نشاط العاملين بالمدرسة، طبعا في حب مصر. العالم بيزين أسوار المدرسة من كل جانب، الأعلام الجديدة، العلم الكبير، لأن العلم دايما يعتبر هو رمز لعزة مصر وقوتها، فلازم نحترم العلم ولازم نقدره. وتحية العلم تحية شيء مقدس في المدرسة، لابد من تحية العلم في الصبح، لأن طبعا حتى يشعر التلميذ بالانتماء للوطن، وده شيء طبيعي. لازم نغرس حب الانتماء للأولاد أول يوم. وبركاته لك حاجة رمضان طيب، رمضان طيب، منظر المدرسة منظر رائع من الداخل ومن الخارج، كل ده مجهود احنا بنكللوه بنجاح، وربنا بيقول فعلا وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ايضا والرسول بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. كلنا بنحب شغلنا وبنحب مدرستنا، لان دول اولادنا ومحدش غريب عننا، فاحنا لازم نبذل قصارى جهدنا عشان تخريج اجيال عظيمه تحب مصر وتنتمي اليها وتدافع عنها. فده شيء، دي رساله المدرسين، هي رساله الرسل والانبياء، ده عمل مقدس. انا بنحترم عمله وبنحبه ونقدسه. الساعه 7 بنبقى موجود في المدرسه، بنروح اخر واحد من حب للعمل وحب للمدرسه. وطبعا ده بفضل تعاون الجميع معايا، سواء الاداره التعليميه او المتابعين او العاملين معايا في المدرسه. وربنا سبحانه وتعالى ادعو الجميع ان يكون هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى، وربنا يوفقنا ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.